وانا عايز اقول لكم الناس اللي بيشتمونا وبيكفرونا ومش فاهمين حاجه في اي موضوع. الناس اللي بيكفرونا، كفر ايه ده؟ انت بتقول ومسكت الله وكلته. كفر ده انت عديت ليفل الكفر، ويقول لك قال مش فاهمين حاجه. طب ما تيجي كده وخش كده في حوار كده محترما على راي عبد الباسط مسيح ابو الخير اللي طلق بنته مرتين، مره في 2005 ومره في 2024. مش كده يا شباب ولا ايه؟ ماري بنت ابوكم عبد الباسط مسيح اتطلقت مرتين، ابوها بقى كاهن بقى. لان هم بيسلكوا باللحم والدم. لكن احنا لا، احنا بناكل اللحم والدم. هم بيسلكوا باللحم والدم، لكن احنا لا، احنا بناكل اللحم والدم بتاع المسيح، فاحنا احسن منه. هتسلك كده هتلاقيني انا كلته. شفت بقى انا اجمد منك ازاي؟ يعني اللي انت سلكته انا كلته لحم ودم رسمي. اما نحن اللي بيعلن لينا الايمان هو ابونا الايه السماوي. ابوك السماوي ده اللي هو مين يا فندم؟ اصل انت عندك ابانا الذي في السماوات، وابونا السماوي ده اللي هو ممكن يتقال على يسوع بابا يسوع، فانت عندك بالصلاه على النبي اتنين يعني. فيا ريت يبقى المره الجايه تحدد، ولو انت خدت لا مؤاخذه الروح القدس معاهم فيبقى كده ثلاثه. وعايز اقول لكم على قاعده مهمه، الايمان لا يضاد العقل، لكن الايمان يعلو على العقل. هو الايمان مشكلته ان هو لا مع العقل ولا مع الكتاب ولا مع المنطق ولا مع الدليل ولا اي حاجه. هو الايمان احنا قلنا كده خلاص، هتناقشني احنا يا الروس تساوي انا ابوك يا ولا كده خلاص هحرمك على طول يسكت طبعا. لكن الايمان يعلو على العقل. ربنا عالي جدا، لو انا ادركت مين ربنا ما يبقاش ربنا. هي ده الرد بقى بتاعهم اللي هو ايه؟ اصل احنا لو فهمنا الله يا فندم، انا ما قلتلكش افهمه والله، انا بقول لك اتكلمنا على اساس كتابك ده بيقول ايه عن ربنا. بيقول ان هو الرب واحد، كتاب بيقول كده، مش ثلاث ارباب منفصلين وغير منفصلين والبلح ده كله. انت مصر تقول ثلاث ارباب.